خدنا التاريخ الاسلامي واللي بيتم اعتباره هو تاريخ العصور الوسطى. احنا دلوقتي هننتقل نكبر شويه للعصور الحديثه. احنا في اولى خدنا تاريخ قديم، في ثانيه خدنا تاريخ وسطى، النهارده هناخد تاريخ حديث. التاريخ الحديث بتاعنا هنقسمه بناء على ايه؟ معلش يا مصر عشان انا مش عارف. هو انا هقسمه على اساس التاريخ الحديث بالنسبه لمصر ولا التاريخ الحديث بالنسبه للعالم؟ هقول لك هقسمه جزئين. الجزء الاول اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي ده خاص بالعالم كله، وبعد كده هننتقل بقى واحده واحده لفين؟ للجزء اللي خاص بمصر. معلش يا مصر انا محتاج اعرف حوار العالم ده كله، امتى العالم انتقل للعصور الحديثه؟ اقول لك اول ما سليم الاول او محمد الفاتح دخل الى القسطنطينيه. عارفين احنا لازم نتعامل بايه؟ بخريطه. عندي مجموعه من الاتراك، هؤلاء المجموعه هيبداوا ان هم يخرجوا عن التقاليد العامه كقبائل ويحاولوا يعملوا دوله. هيؤسسها مين؟ واحد اسمه سليم الاول او محمد الفاتح، والمؤسس الحقيقي لها هو عثمان ارطغرل اللي هتسمى على اسمه اصلا الدوله ايه؟ العثمانيه. محمد الفاتح خرج من تركيا، قرر ان هو يفتح في اوروبا، بالفعل وصل الى القسطنطينيه واستقر فيها. يسكت؟ راجل طموح جدا. قرر ان هو يدخل على الدوله اسمها الدوله الصفويه. الدوله ايه؟ لازم نتابع مع بعض في الاسماء دي، مهمه قوي. الدوله الصفويه، وانتصر عليهم في موقعة جلديران. انتصر عليهم في ايه؟ ودخل عاصمتهم في معركه تبريز. في معركه ايه؟ حلو قوي. يبقى انا دلوقتي عرفت ان هو انتصر على الدوله الصفويه. الدوله ايه؟ ودخل عاصمتهم تبريز في معركه جلديران. سنه كام؟ 1513. سنه كام؟ حلو قوي. بعد كده الراجل ده كان عنده حلفاء، المماليك كانوا حلفائه، يقولوا له احنا معاك واحنا حبايبك. حبايبي؟ انا مش متاكد. فراح نزل وحاربهم هنا في معركه مرج ضابط. خد بالك سليم الاول هيحاول ان هو يسيطر على العالم كله، فيدخل على فين؟ معركه ايه؟ مرج ضابط. تاني اسمها ايه؟ مرج ضابط. مرج ضابط. تمام؟ دخل مرج ضابط وانهارت الدوله المملوكيه. مش عندك، مش مكتوب. ده تمهيد عن اللي انا هقوله دلوقتي، ده تمهيد عن ده. طيب يبقى دخل مرج ضابط وقضى على دوله المماليك في الشام. فضل ماشي الى مصر ووصل الى الريدانيه. وصل الى ايه؟ وقابل طومان باي وقضى على دوله المماليك. وهنا في عام 1517 تصبح مصر دوله، ايوه، او ولايه عثمانيه. ولايه داخل الدوله ايه؟ العثمانيه. وهنا بعتبر بقى التاريخ الحديث بتاع مصر بدا. يبقى عرفت التاريخ الحديث بتاع العالم بدا امتى؟ لما سليم الاول دخل القسطنطينيه. بتاع مصر دخل امتى؟ لما سليم الاول دخل مصر. حلو؟ طيب العالم يا مستر، وده بقى بدايه المنهج عندك خلاص كده. العالم هل كان بيعيش في هدوء؟ هو عمره عاش في هدوء؟ ولا عمره هيعيش في هدوء؟ قال لك لا. اوروبا غاويه نغش. عارفين النوش اللي هم بتوع العيال السرسجيه دول؟ هم دول اوروبا، وبالتحديد فرنسا وانجلترا. فرنسا قاعدين كده، قال لك كلنا نظام ملكي، انت نظام ملكي وانت نظام ملكي وانت نظام ملكي، انا بقى هغير. هو كيف كده؟ قاعدين كلنا في هدوء. قررت فرنسا ان هي تعمل حاجه اسمها الثوره الاجتماعيه. فراحت ماسكه الملك. تفتكر هتعمل ايه في الملك يا منى؟ هتعدمه. محبه. شوف المحبه في التغيير. طيب دلوقتي كلكم ملوك وشفتوا هنا ثوره قامت واتقتل ملك، هتحبوا الثوره اللي قتلت الملك اللي زيكم؟ الله ينور عليكي. يبقى اوروبا كلها وقفت ضد مين؟ ضد فرنسا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فخافت من تسرب المبادئ الليبراليه. تاني، يعني ايه اللي انت قلتها مثلا؟ ثانيه اعيدها تاني مثلا. يعني ايه الليبراليه دي؟ الليبراليه اي الديمقراطيه، ان الشعب هو اللي يختار الحاكم. دي اسمها ايه؟ ليبراليه. يبقى خافت اوروبا من تسرب المبادئ الليبراليه من فرنسا بره فرنسا، فقررت تتحالف ضد فرنسا. تتحالف مع ضدها يعني ايه؟ يقطعوها اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، يحاربوها.
طيب حكومه الاداره في فرنسا بعد الثوره بتفكر كده يمين شمال، تجيب مين، تعمل ايه، تجيب مين؟ قال لك فيه واد صغير في الجيش بيرفكتو، الواد ده اسمه نابليون بونابرت، هاته يمسك قياده الجيش. نابليون بونابرت مسك قياده الجيش من هنا ومسك اوروبا كلها وهاتك يدعك، دمر اوروبا كلها. ايه ده؟ النمسا؟ طب اهو. المجر؟ طب اهو. بلغاريا؟ طب اهو. حد تاني عايز يتحالف؟ هولندا؟ طب اهو. يبقى ما فيش حد قدر يقف قدام مين تاني بقى، عشان ده سؤال لسه جاي لهم في الامتحانات اللي فاتت اهو، هفكرهم واعكنن عليهم. بيقول لك الاتي، بيقول لك كانت جميع انتصارات نابليون بونابرت او جميع معارك فرنسا ضد اوروبا في صالح مين؟ نابليون اللي هو ايه؟ في صالح فرنسا. يبقى جميع المعارك البريه في اوروبا ما بين فرنسا وما بين اوروبا كانت في صالح مين؟ فرنسا. كان في صالح نابليون وفرنسا، تمام كده؟ ما عدا واحده بس، الا وهي، شايفين المنقطه الجميله دي؟ دي انجلترا، بعيده عن اوروبا، ما بينها وما بين فرنسا حدود مائيه. ففرنسا نابليون اسد في البر، بس عارفه انت القطه لما بتتبل بتطلع تجري من الميه، صح؟ هو نفس الحوار، نابليون يضرب اوروبا كلها على البر حلو قوي، بس اول ما يجي الموضوع ناحيه الميه يقول لك لا، في قائد للاسطول الانجليزي اسمه نيلسون. الاسماء دي كلها عندك في الملزمه، اسمه ايه؟ حلو. نيلسون ده اول ما حد بيقرب له كده انسى، خلاص، هو جيد جدا في معارك البحر، محدش يقدر يهزمه. فيجي يقول لك بما تفسر او ليه او كيف لم تستطع فرنسا رغم انتصاراتها الكبرى ان تضر بانجلترا؟ ليه؟ لا مش هقول عشان نيلسون، موقعها الجغرافي. ما هو لولا موقعها الجغرافي ما كانش نيلسون هيبقى ليه لازمه، صح ولا لا؟ خدي بالك في الثانوي العام عندك حاجه مهمه وكارثيه بالنسبه لك، حاجه مترتبه على حاجه ادت لحاجه. يعني ليه فرنسا ما عرفتش تضرب انجلترا؟ ما هو المفروض ان هو نيلسون على طول اهو، لا بس في حاجه قبل نيلسون، ايه هي؟ الموقع الجغرافي. ما هي لو لازقه نيلسون مش هيبقى ليه لازمه. تمام؟ يبقى لازم اخد بالي من نقطه الموقع الجغرافي. يبقى هنا لم تستطع بسبب ايه؟ الموقع الجغرافي. يبقى هنا لم تستطع فرنسا ان تضرب انجلترا. اضربها ازاي؟ اضربها ازاي؟ نابليون يا اولاد ذكي جدا جدا جدا. خدوا بالكم احنا هنبدا نسمي عندنا الشخصيات. نيلسون هنسميه الذكي، محمد علي الصايع، تمام، السلطان العثماني الهفا. فاحنا لسه جايين بقى ايه واحده واحده كده وهنسمي الاسماء عشان وانت قاعده بتذاكري. يبقى الذكي عمل ايه؟ حط الخريطه بتاعت العالم دي كده قدامه من غير هزار، من غير هزار. انجلترا هنا ليها مستعمرات كبيره في الهند خايفه عليها هنا. انا اوروبا ضربتها هنا، المنطقه دي مؤمنه بالاسطول الانجليزي. انا عايز اضرب انجلترا وهنا ده كله طريق راس الرجاء الصالح، كله بحر ما اقدرش اضرب عليه. احنا بنفكر دلوقتي بعقليه مين؟ نابليون. يبقى انا هنا ما اقدرش اوصل لانجلترا، هنا طريق راس الرجاء الصالح مسيطره عليه انجلترا، عايز اضرب مصالحها في الهند، هنا بريا انا اصلا مسيطر على كل اوروبا، انا عايز اضرب انجلترا من غير ما اضرب انجلترا. عايز اضرب انجلترا من غير ما اضرب انجلترا ازاي؟ قال لك عايز اضرب انجلترا في منطقه ما تكونش انجلترا مسيطره عليها. هاتولي منطقه كده انجلترا ليها مصالح فيها بس مش مسيطره عليها. اكزاكت، مصر. الهند ليها في مستعمرات لانجلترا في الهند، وهي دره التاج البريطاني، هي احلى واعلى حاجه في بريطانيا. فالحاجات او المسيرات بتعدي من هنا حد انجلترا، تاخد قد ايه؟ 3 شهور. طب طريق راس الرجاء الصالح قال لك بتاخد من 8 ل 10 شهور. طيب من 8 ل 10 شهور خساره في الموارد، ارتفاع في الاسعار، تعطيل لايه؟ تعطيل لحركه الصناعه بسبب الثوره الصناعيه، صح؟ اذا عطلت الثلاث حاجات دول يبقى انا كده ضربت انجلترا. يا شباب جهزوا الاسطول. قالوا له ايه؟ هتطلع تقابل نيلسون؟ قال لهم لا مش الدرجات دي، استنى. سرسبوه لي في البحر المتوسط من ميناء طولون. من ميناء ايه؟
خد بالك ما رضيش يطلع من ميناء من الموانئ اللي قصاد انجلترا، طلع من ميناء ايه؟ طولون. واتحركت الحمله سنه 1798 من ميناء طولون وصولا الى السواحل المصريه. تاني كده بقى، يبقى انا في الجزئيه اللي فاتت دي عرفت ايه يا ولاد؟ انتوا اللي هتقولوا لي. اول حاجه عرفت دخلت التاريخ المعاصر امتى؟ ده عندي في مصر. طب في العالم كله؟ لما سليم الاول راح فتح القسطنطينيه. لما سليم الاول فتح مصر دخلت امتى العصور الحديثه؟ لما جه السلطان العثماني. ماشي؟ طيب عندي دلوقتي حصل ايه في اوروبا ادى لحدوث الصراع؟ فرنسا عملت ثوره اطاحت بمين؟ بالملك. خد بالك بقى من نقطه ما بين السطور دي في نواتج التعلم، لازم المدرس يقولها لك لان دي موجوده كده في المعلومات الاثرائيه في الكتاب. بيقول لك كان يمكن ان تتجنب فرنسا تحالف النمسا ضدها مع اوروبا في حاله ايه؟ بصوا يا ولاد، مرات الملك لويس الستاشر اسمها ماري انطوانيت. ماري انطوانيت هي بنت ملك النمسا اخت ملك المجر، فهي ملكه اخت ملك بنت ملك. فلما اتقتلت كان لازم يتاخد بطارها، وبالتالي النمسا عملت تحالف ضدها. طب امتى بقى الثوره الفرنسيه كانت تتجنب التحالف اللي ضدها ده؟ في حاله ايه اللي حصل؟ لو ما اعدمتش مين؟ الملكه ماري انطوانيت. يبقى يجي يقول لك كان يمكن للثوره الفرنسيه ان تتفادى، تبعد يعني عن ان النمسا تقف ضدها امتى؟ لو ما كان اذا لم تقم باعدام الملكه ماري انطوانيت. تمام؟ نابليون بونابرت تولى القياده يا حبايبي. طيب اوروبا اللي هزمته ولا هو اللي هزم اوروبا؟ الله ينور عليكم. عدا واحده. مين؟ انجلترا. ليه؟ الموقع الجغرافي. حلو. طب بعد الموقع الجغرافي يجي عامل بشري اسمه ايه؟ نيلسون. تمام؟ طيب نابليون بونابرت حط الخريطه قدامه. هضربك في مصالحك التجاريه، هضربك في الطرق التجاريه. يضربه فين؟ بس يبقى قرر ان هو يضربه فين؟ الله ينور عليك. مفهومه واضحه لحد هنا؟ زي الفل. لا ما احنا لسه ما جيناش. ده نيلسون هيمسكه في ابو قير وهاتك يدعك. اصبري بس، اصبري على رزقك، انا جاي اهو. لا ما تقابلوش خالص. ليه؟ نابليون جه ينزل الميه لقاها برد طلع تاني. بس فهمتي حاجه؟ لا هو كان رايح بس لقى الميه برد رجع تاني، يبقى ما راحش. يبقى تقابله ولا ما تقابلوش؟ بس كده، عشان هو عارف ان نيلسون اقوى منه وان هو مالوش في معارك البحر. فهمتي؟ يبقى هو ما تقابلوش. هو عايز يهرب منه بقى، فهيهرب هيطلع من ميناء اسمه ميناء ايه؟ فين؟ في فرنسا. ميناء طولون فين؟ طب سنة كام؟ 1798. يجي سؤال بقى اللي هو حرفيا شرحه اول 10 صفح في المنهج. انا ملخصه لكم كله في صفحه، ده بجد. بيجي بيقول لك ايه؟ هو الصفحه دي. هل كانت المحاوله الاولى لاحتلال مصر في عهد الحمله الفرنسيه؟ هقول له لا او الف لا. انا عندي لويس ال14، لويس ال15، لويس ال16. لويس ال14 حاول ان هو يحتل مصر عشان يضرب المصالح الهولنديه. تاني حط خط معلش تحت لويس ال14 ده عشان مهم جدا، لان ده الوحيد اللي مش بيضرب المصالح الانجليزيه، ده كان عايز يضرب المصالح الهولنديه. خد بالك. ال14 يا منونه. ايوه يا اول صفحه فوق اهو. شاور لها عليها عمر، شاور لها عليها عمر، شاور لها عليها عمر، شاور لها على لويس ال14. لويس ال14 كان قبل ما انجلترا. لا
لويس ال 14 كان قبل ما انجلترا تسيطر على الطرق التجاريه. كانتش لسه انجلترا عملت ايه؟ سيطرت على الطرق التجاريه. مين اللي كان مسيطر؟ ما انا بقول علموا عليها هولندا. ما انا بقول علموا عليها مكتوبه قدام اسمه في اول سطرين فوق، لضرب المصالح الهولنديه. ندى وهي داخله ثالثه ثانوي، التركيز معايا فنجان تركيز، فنجان تركيز. تمام؟ طيب بعده طبعا فشل لويس ال 14 فشل ذريع، وقال لك انا مش هقدر احتل مصر. يجي بعده لويس ال 15 قال لك والله الواد اللي قبلي اللي اسمه لويس ال 14 ده ما عرفش يحتل مصر. طب انا هعمل ايه؟ انا هتصاحب على السلطان العثماني، يلا يا عم، واخليه يأجرها لي. فالسلطان العثماني ممكن نأجر دي؟ عمل له ازاي؟ لا، قال لا امشي يلا من هنا، مفيش الكلام ده. بلا تأجر مصر، ده يقول لي تأجر مصر، دي واخده نصي على الكوكب يا راجل، دي بتسهل الطرق 6 شهور، قال تأجر ايه؟ امشي من هنا. خد بالك عشان هنا رغم رفض طلب السلطان رفض لويس ال 15 طلب السلطان العثماني، او السلطان العثماني رفض طلب لويس ال 15، الا ان حصل حاجه مهمه يدل هذا الطلب على علاقه وئام ما بين كلاهما. اكتب كده جنب لويس ال 15 الصوره اللي في النص يا منى، اكتبي جنبه كده وئام مع السلطان العثماني. الصوره اللي في ما هي اللي في النص، ادي واحد فوق، ده في النص اللي تحت اهو. خلاص ماشي ماشي، ايوه هو ده يا حبيبي. تمام. هو في حد ياخد معايا وينسى المنهج ده؟ قولي له حاجه. تمام. يبقى كان على علاقه ايه؟ وئام مع السلطان العثماني. يجي لويس ال 16 ويا حبه عيني ما يلحقش يعمل حاجه، وتيجي الثوره الفرنسيه تمسكه تعلقوا على المقصله بتاعت توم وجيري، ويروحوا شادين كده ويقطعوا رقبته. ويروحوا قاطعين رقبته خالص. حلو كده؟ يبقى عندي كم محاوله لاحتلال مصر قبل الحمله؟ حلو. الاولانيه عسكريه ولا اقتصاديه ولا سياسيه؟ الاولانيه عسكريه، الثانيه محاوله احتلال تبقى عسكريه. الله ينور عليك. طب والثالثه؟ سياسيه. طب خد بالك بقى عشان هيجي يقول لي، عشان انتوا عندكم حاجه زباله يعني في موضوع الاسئله ده، هو بيشيل الحدث كله وبيشيل التاريخ، وبيقول لك المحاوله الاولى لاحتلال مصر كانت بهدف اقتصادي سياسي عسكري ديني وما الى ذلك. المحاوله الثانيه كانت، خد بالك عشان نفس الموضوع ده هيتكرر معاك في الشخصيات، هيجي يقول لك المندوب السامي البريطاني الثالث. انت لو مش حافظ المندوبين الساميين البريطانيين في مصر كلهم اللي هم الخمسه اللي عندك في المنهج، انت اتسوحت. فالنقط بتاعت انهي اول مره، انهي ثاني مره، انهي ثالث مره، ارجوكم بندوس عليها، ارجوكم بندوس عليها. طيب يبقى دي الثلاث مرات اللي تمت محاوله الاحتلال فيهم، ولكن سبب الصراع اللي دار بعد حكومه الاداره ما بين انجلترا وما بين فرنسا، قرر نابليون ان هو يخرج ويحارب انجلترا خارج اراضيها. وده سؤال جه برضه في امتحان السنه اللي فاتت على طول، دي اللي هي 22 23، بيقول الاتي: ادى الصراع ما بين انجلترا وما بين فرنسا الى نقط تغيير مكان الصراع. يعني هم بيتصارعوا هنا صح؟ هم في اوروبا، غيروا المكان لفين؟ لمصر. جات لي مصر، جات لي الشرق الاوسط، جات لي منتصف العالم او قلب العالم، جالي صراع تجاري على الطرق التجاريه. الاربع اختيارات دول صح. تمام؟ وعلى فكره في امتحان التاريخ النموذج اللي فات على طول اللي هو 22 23 جاي لنا كده في النموذج ب وج صح. ب وج صح، كان في اجابتين صح. يعني بعد ما قاسوا مستوى الامتحان كان في اسئله فيها مشاكل فحسبوا ب وج صح. فانت لو لقيت حاجه من دول ما تترددش، طب اختار دي ولا دي، وفي الاخر تقول انا هسيبها للاخر فتنسى مكان تعلم في البابل شيت غلط، شلت يا معلم. انتوا معايا كل حصه في امتحان ثانويه عامه، كل حصه
على الجزئيه اللي انت خدت صفحه 2 3 10 هتمتحني وهتستلمي معايا بابل شيت اللي هو بتاع اخر السنه، تستلمي واحد زيه بالظبط عشان تتعودي تتعلمي فيه ازاي، وهتستلمي امتحان زي بتاع اخر السنه بالظبط بالجدول بالبوكلت برقم الجلوس بكل حاجه كل مره، تمام؟ من دلوقتي لاخر يوم في السنه. طيب يبقى نابليون بونابرت وصل إلى الحدود المصرية. بوصوله إلى الحدود المصرية قرر يبعت رسالة للمصريين. خد بالك نابليون ده حرفيا حاطط على أوروبا، في لفظ تاني بس احنا بنسجل أوروبا خالص، بصي مدمرهم. فلما هيجي ايه؟ انا اعملها لك يا حبيبي. المهم جه بقى عند المصريين، طبعا المصريين سامعين اخبار، ده قتل 30,000 في النمسا، ده ذبح 40,000 في المجر، ده مسك ستات بلغاريا جرهم في الشوارع، ده كان بيجلد عبيد في النمسا. حلو. دخل مصر، سبحان الله، سبحان المغير يهدي من يشاء والله. لبس العمه ومسك السبحه، انه بسم الله الرحمن الرحيم من نابليون بونابرت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني أعبد ما تعبدون وإنني ما جئت عاديا ولا معتديا، لا والله لا سمح الله، وإنما جئت لأخلصكم من خطر المماليك، فإن كانوا ملوك هذه الأرض فليرونا الحجة التي أعطاهم الله إياها. يعني لو المماليك هم أصحاب الأرض دي يورونا بقى العقد اللي هم ماضيينه مع ربنا، استغفر الله يعني. وإنني أشد من المماليك إيمانا، وأنه من تبعنا فله الإدارة والمحبة، وأنه من ابتعد عنا، بص بقى، أنه من ابتعد عنا فالباغية والعادية على من اعتدى. خلاص شد الحزام بقى. طبعا محمد كريم يستلم هذه الرسالة، أشد من المماليك إيمانا وأشهد أن لا إله إلا الله. نابليون مين؟ ايوه اللي بيقتل 30,000 هنا و20,000 هنا، اللي منام اوروبا من المغرب بيقول لك اشهد ان لا اله، انت جاي تسلم عندنا يا عم الحاج. طبعا محمد كريم حاكم الاسكندريه رفض هذه الرساله باعتبار ان هو كده جاي كده هيحتلنا، فاحنا الاشرف لينا ان احنا نقوم ايه؟ بالمقاومه. بس قبل ما نقاوم احنا محتاجين نعرف حاجه بسيطه. تعالوا بقى نتعرف على اوضاع المجتمع المصري اللي هيواجه الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه جايه من ثوره اجتماعيه ديمقراطيه. عارفين يعني ايه ديمقراطيه، وعارفين يعني ايه ذكاء، ويعني ايه اداره، ويعني ايه تخطيط، ويعني ايه جيش. جايين من ثوره صناعيه صنعت سلاح اسمه مدفع احنا ما نعرفوش لسه، صنعت سلاح تاني اسمه بارود، احنا المصريين ساعتها كانوا بيسموه الغداره. غداره ليه؟ لان انت بتقتلك عن بعد، بتغدر بيه. المصري بالنسبه له لو انت ما وقفتش كده وقتلته سيف بسيف فانت كده غدرت بيه، فعشان كده سموا السلاح اللي شافوه جديد ده اسمه الغداره او الهراوه. بيضربك بحاجه بعيده عنك انت ما وصلتلوش، ولقيت الرصاصه جت فيك قتلتك. يبقى دول بيحاربوا بسيوف ودول بيحاربوا بسلاح، دول بيحاربوا بمدافع ودول راكبين خيول، دول نازلين بحاجه زي شبه المدرعات ودول لسه على الله على رجليهم، دول معاهم دروع ومعاهم ودول ما معاهمش حاجه. تعال بقى نتعرف على اوضاع المجتمع المصري. انا بتعرف على اوضاع المجتمع المصري بس اولا كده ليه؟ مش رخامه، عشان اعرف الشكل الحضاري اللي قابل الحمله الفرنسيه، اللي قابلوا الناس دول كان شكلهم عامل ازاي. مبدئيا اول حاجه عندي في الزراعه، في الزراعه كان نظام اسمه نظام الالتزام. نظام ايه؟ حلو، اللي بيقوم عليه شخص اسمه الملتزم، وده من المماليك اللي فضلوا في مصر بعد الدخول العثماني. الملتزم ده كان شخص وسخ دي كلمه محترمه جدا عليه قوي يعني. الراجل ده بيجي للسلطان العثماني، انت السلطان العثماني يا منى ماشي؟ السلطان يا عثماني الفصل ده تاخد ايجاره كام؟ قولي اي رقم. 5 جنيه ماشي. 1000 جنيه يا ستي ماشي، ادي ال 1000 جنيه بتاعتك يا سلطان يا عثماني. حلو؟ انتوا بقى سكان الفصل، انا اديت للسلطان العثماني 10000 جنيه انا عايزهم. يلا جمعوا بقى من بعض، ماليش دعوه، تجمعوا من بعض، محدش هيخرج من الفصل ده قبل ما تجيبوا 10000 جنيه. طب عرفتوا تجمعوا؟ عرفتوا. ما عرفتوش تجمعوا،
مش مشكله، نبدا. هاخد منكم الديسكات دي واقعدكم على الارض. زادت شويه، والدتي عندها شويه غسيل كده، اطباق على مواعين، ممكن تيجي بالباقي. طب خلصتي خالص، انا ممكن اخدك عبده. خلصتي خالص، عندك ابن ولا حاجه، هاتي يساعد الست في البيت، ده بجد. وبالتالي لما كانت بتتراكم الديون على الفلاح كان بيسيب الارض ويهرب. يبقى الملتزم هنا هل كان لين رفيق مع الفلاح ولا داس على وش امه؟ بالظبط. السلطان ما يعرفش اصلا. تاني، السلطان احنا سميناه ايه؟ ايوه، ملوش اي 30 لازمه. منى مش عايزه تبقى هفا. ماشي، حلو. فالسلطان العثماني مالوش فعلا اي دور نهائي في المنهج عندنا، ويوم ما هيفكر يشغل دماغه في الفصل الخامس هيخسر كل مستعمراته. بيفكرني بحد كده، جيت ارجع له هني تاني. المهم، يبقى الزراعه عندي كانت تعمل بنظام اسمه نظام الالتزام، والفلاح عشان يأجر الارض اسمه نظام الانتفاع. تاني، يبقى النظام اسمه نظام ايه؟ والفلاح عشان يأجر الارض اسمه نظام ايه؟ الانتفاع. حلو كده؟ هذه الأنظمة كانت قاسية على الفلاح وأدت لتراكم الضرائب. طب تعال نبص على حالة الأرض. هل الأرض حالتها كويسة؟ نظام الالتزام بقى، تعالى كده مع بعض. أهمل إيه؟ أهمل حفر الترع، أهمل شق القنوات، أهمل تسميد التربة، أهمل إدخال طرق جديدة، أهمل كل حاجة. تمام؟ طيب إحنا نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نقدر نعمل حاجة؟ تحت ظل السلطان العثماني انا ما قدرتش اعمل اي حاجه. ده ادى لتدهور الزراعه وهجر الفلاح الارض، فالاراضي بارت. يبقى الناتج بقى عن نظام الالتزام ايه؟ انه قل عدد مين؟ قل عدد الفلاحين وقلت نسبه الاراضي الزراعيه. تمام؟ فهمت؟ يبقى ما الذي ادى لتدهور النظام الزراعي؟ نظام اسمه نظام ايه؟ الله ينور عليك. طيب الفلاح كان بيأجر بنظام اسمه نظام ايه؟ الله ينور عليك. طب اهتموا بالشق الترع؟ قنوات. طب يجي يقول لي السبب الرئيسي لتدهور النظام الزراعي في مصر هو قسوة الملتزم، عدم الاهتمام بالأراضي الزراعية، ترك الفلاحين لأراضيهم، عدم الاهتمام بشق القنوات. كلهم صح، بس في واحدة أصح. لا، قسوة الملتزم. قسوة الملتزم أدت لهروب الفلاح، أدت لبور الأرض، فما بقاش في قنوات. في اختيار الصح وفي الاختيار الأصح. تمام؟ الأربعة أنا بقول لك صح، بس في واحدة حصلت أدت للباقي كله. تمام؟ ده في كل المواد، مش عندي بس، في كل المواد هتلاقي الأربعة صح، بس هو عايز واحدة بس. الملتزم بقى يهدى وبيتنجي لو يسكت على كده؟ قال لك لا يا سلطان يا عثماني، سلطان مش انا بلم لك الضرايب والفلوس؟ اب بقى بالجزء من فلوس. قال له يا ابني مش انت لميت الضرايب من الناس وخدت نسبتك؟ قال له لا، انا عايز حته ارض كبيره واسعه كده عشان العيال الصغار عايزه تلعب، والله مش عشاني، ده عشان خاطر الولاد. قال له طب ايوه مالها يعني؟ قال له تكون معفيه من الضرايب. قال له يعني انت عايز ارض كبيره وواسعه ومعفيه من الضرايب؟ قال له اه. قال له خلاص اتفضل ارض اسمها الوسيه. ارض اسمها ايه؟ يبقى كان الملتزم بياخد ارض كبيره وواسعه ومعفيه من الضرايب اسمها حلو، ويقوم الملتزم بجمع الضرايب وتوريدها للسلطان العثماني. كان بيورد له 1000 ويجمع 10، يورد له 100 ويجمع مليون. تمام؟ الصناعه يا حبايبي ما كانتش افضل حال من الزراعه. اللي كان بيقوم على الصناعه نظام اسمه طوائف الحرف. اسمه ايه؟ ايه طوائف الحرف ده؟ اي ان شخص شيخ الحرفه او شيخ الطائفه مسؤول مسؤوليه كامله عن المجموعه اللي تحت ايديه دي. بيقوم بيعمل ايه بقى؟ شفتي؟ لا، شفتي اللي فوق بيجمع منهم الضرايب وبينظم امور الطائفه. هي نفس اللي فوق بتاعه الملتزم، بيجمع منهم الضرايب وبيعمل ايه؟ وبينظم امور الطائفه. حلو؟ طيب في اوروبا احنا قلنا حصل حاجه اسمها الثوره
الصناعيه. طب في مصر ايه اللي حصل؟ والله ولا والله ولا قلنا حاجه يا بنتي، ولا ثوره ولا نيله. كانت الصناعه يدويه بسيطه. كانت الصناعه ايه؟ بس في اوروبا مميكنه حديثه. يعني لو انتوا كلكم كده شغالين في مصنع تيشيرتات، واحده بتقطع القماش والتانيه بتفصله والتالته بتخيطه، هتطلعوا لي في اليوم كام قميص؟ 1 2 3 10. المكنه بقى بتحط لها القماشه من هنا وهي داخله، ادي قميص، ادي 2 3 4 5. طيب المكنه دي خدت فلوس عماله؟ لا. مش انتوا الثلاثه خدتوا فلوس عماله؟ انت عايزه فلوس عشان تاكلي بيتك، وانت عايزه فلوس، وانت عايزه فلوس، صح؟ ضفتوا الفلوس دي على ايه؟ تكلفه المنتج، صح؟ طب لما ضفتي على تكلفه المنتج سعره، وانت عاملاه بايدك فخامته، يبقى كميته كمان قليله، يبقى كميه قليله خامه قليله سعر عالي، المشتري هيروح لك. طب اوروبا خامه عاليه بسبب المكنه، سعره قليل بسبب ان مفيش مرتبات، خامات كتير. هو بدل ما اصنع 100 قميص ازرق، ده انا عملت ازرق واحمر واخضر واصفر. هتروح اللي عامل لون واحد ولا الالوان الكتير؟ الفرايتي يفرق، صح؟ وبالتالي كان السوق الاوروبي مكتسح السوق المصري. يبقى كانت الصناعه يدويه بينما الاوروبيه مميكنه حديثه. على الجانب الاخر السلطان العثماني يسيبنا في حالنا؟ يسيبنا في حالنا؟ والله ما هيسيبنا طول المنهج يا ولاد. هيروح بكل بساطه مادد ايده في السوق المصري. الواد ده بيصنع خشب حلو، هاتهولي في الاستان. يبقى بيقوم بسحب العمال المهره على الاستانه، بياخد العمال الشاطرين بتوعنا يوديهم على فين؟ بس كده. ادي الصناعه. التجاره، بسم الله ما شاء الله، التجاره مالها يا اولاد؟ شطاره. اللهم صل على النبي. برافو عليك، جبت الحل. لا عندنا زراعه ولا عندنا صناعه، هنبيع لمين؟ التجاره اتدهورت جزئين. الجزء الاول اللي هو التجاره الخارجيه، والجزء الثاني التجاره الداخليه. كل واحده فيهم ليها اسبابها. تعالي الاول على التجاره الداخليه. التجاره الداخليه يا اولاد العوامل الاساسيه فيها هم 2. لا يا راجل اسكت. المنتج والفلوس. في منتج وفي فلوس. المنتج احنا اتفقنا ماله؟ يدوي بسيط، خامته قليله مضروبه بالجزمه، صح؟ دي ايه؟ حلو. الفلوس اتغشت واتزورت واتسرقت وباظت. ده بجد مش بهزر. فانت ما عندكش منتج وما عندكش فلوس، يبقى اخبار التجاره ايه؟ بس يبقى لا في منتج ولا في فلوس. يبقى هنا انهارت التجاره الداخليه. ومش كده بس، ده احنا التجار كان التاجر المصري يجي خارج على الطريق يلاقي قطاع طرق، ربنا كرمه ولقى الطريق اصلا وما كانش فيه طرق ممهده، لازم ياخد الحنطور ويطلع يفضل قاعد على الحنطور بيعمل كده. الطريق بيجيبه يمين وشمال. طب ده لو لقى الطريق، ده لو لقاه اصلا، الحمد لله لقاه ومسك الطريق، يطلع عليه قطاع طرق، ربنا كرمه وعدى منهم، هيعدي بقى، هيفضل ماشي قد كده في طريق ملهوش خدمات. وصل عند المينا، الراجل هيصدر بقى منتجات لبره، يلاقي ملتزم اجنبي بيقول له بس اقف لحد عندك هنا. نعم. خد بالك من نقطه الالتزامات الاجنبيه، هتلاقي عندك في التجاره الخارجيه حط تحتيها خط عشان عندنا في المنهج كله الالتزامات الاجنبيه او الملتزم. تمام؟ ايه رايك فين؟ ايوه تعريف الامتيازات ايه؟ ايه هي الامتيازات دي؟ تلاقي واحد بيوقفك كده يقول لك والله انا مكلم السلطان العثماني، بص اي كارثه ورا السلطان العثماني. انا مكلم السلطان العثماني وقلت له ما فيش حد هيخرج حاجه من مصر الا لما تعدي عليا. فيروح واخد منك البضاعه يقول لك والله البضاعه دي بايظه. تقول له ازاي يا عم والله جميله وزي الفل. يقول لك انا بقول لك بايظه، مش عاجبك كده كده مش هتخرج غير برضاي. يعني انت عايز تاخدها بكام؟ ممكن ياخدها بربع ثمنها.
ما خلاص انت لو قررتي ترجعي من نفس الطريق اللي انت رجعتي منه ده تاني، يا اما هتتقتلي يا اما هتتسرق بقيه البضاعه اللي معاك. فانت مضطره ان انت تديها له باقل الخسائر. ده ان وصلت. يبقى انا عندي دلوقتي مفيش طرق، مفيش فلوس، مفيش منتجات، ولو طلعت وربنا قدرني وعديت من المخاطر دي كلها برضه مش هطلع. امال انت فاكر ايه؟ الامتيازات الاجنبيه. فطريقك مسدود 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 يا ولد. طيب التجاره الخارجيه بقى، بعد اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، مصر في ايام المماليك انهارت اقتصاديا بسبب ان هي كانت معتمده على التجاره بشكل كبير، ولكن بدات ترجع تدريجيا، ولكن اقتصرت على حوض البحر المتوسط وتركيا وبلاد الاناضول بس كده. يبقى متدمره اقتصاديا ومتدمره زراعه وصناعه وتجاره. على كده بقى يا مستر، المجتمع بتاعنا ده مفيش حد فلت فيه خالص. يعني اكيد كلهم دلوقتي بيشحتوا. اقول لك يا راجل، اتقسموا نصين. النص الاولاني الحكام، ودول مش مصريين اكيد. ده احنا هيداس اصبري، ده احنا هيداس على وشنا دلوقتي. قلت لسه شفتي حاجه؟ المهم. مش باين على وشنا. طيب طبقه الحكام، ودول اما بيكونوا من العثمانيين او الاتراك او المماليك. طبقه المحكومين بقى هتتقسم نصين. عارفه النص اللي هو المتشبثون، هيقع من مكان عالي بس ماسك بالعافيه. دول بقى طبقه العلماء والمشايخ وكبار التجار. طب في نص تاني بقى اللي رايح واللي جاي بيعمل عليه كده. ده انت في الثانويه العامه، ده احنا في المنهج. اللي رايح واللي جاي بيعمل عليه كده. ده ايه؟ طبقه المحكومين. المحكومين بقى عندي الفلاحين والصغار، صغار الحرفيين وعامه الناس، ودول اللي بنسميهم الطبقه ايه؟ الطبقه العامه. الطبقه اللي تشبه الوسطى. ما عنديش طبقه وسطى في الوقت ده. اللي شبه الوسطى اهي المشايخ والعلماء والتجار، بتشبه الوسطى. تمام كده؟ انما طبقه وسطى ده معناه ان هم قادرين ياكلوا ويشربوا. ما حصلش. بسبب طبعا قله التعليم واقتصار التعليم على الازهر، ما فيش حد عارف يستثمر التعليم ولا الدوله مهتمه بالتعليم. خصوصا يا اولاد ان احنا هنجيلها دلوقتي في الحياه السياسيه. الوالي كانت مدته من سنه ل3، وبيجي عثماني ما بيجيش مصري. يعني على سبيل المثال البت ندى من فصل اولى رابع مثلا، وانا جبتها فصل اولى ثالث وقلت لها بقول لك ايه، معاكي 3 ايام تطلعي اكبر مصلحه. هتفكر بقى تقول انا هزين الفصل هنا وهحط زينه هنا، ولا طلعوا يا اولاد اللي معاكم؟ هتعملي ايه يا ندى؟ بالظبط، انت معاكي 3 ايام تلحقي تملي الجيوب عشان تخلعي، عشان ترجعي تبقي تزيني فصلك، لان البلد مش بلدك. فالوالي اللي كان بيجيني ما كانش مصري، فمش هيهتم بانه يعمر، خصوصا ان مدته من كام؟ سنه 2 3 بالظبط، عشان لما يروح ولايه ثانيه يبقى معاه فلوس يتكئ عليها بس. فمش مهم بقى عنده تعليم والى ذلك. فاللي اقتصر التعليم على ايه؟ على الازهر. ولو حد فيكم اتفرج زمان كده على مسلسل ام كلثوم، كان في مسلسل اسمه ام كلثوم، ومسلسل رفاعة الطهطاوي، اللي بيحفظ القرآن وهو في 6 ابتدائي بيبداوا ان هو يقولوا له يا شيخ. هو ما بيعرفش يقرا ويكتب بس هو حافظ القرآن بقى شيخ. تمام؟ شيخ فلان راح، شيخ فلان جه. اي حد دخل الكتاب بقى شيخ. طب بيعرف يقرا؟ بيعرف يكتب؟ لا. طيب اي تعليم، اي مؤهل راح مدارس؟ قال لك اصلا ما فيش مدارس. تمام؟ فاقتصر التعليم على الازهر، زادت الاميه، زادت الكوارث في المجتمع المصري، وبدا مرحله من الانهيار امتدت 400 سنه. فتره حكم الدوله العثمانيه لينا كانت سنين سوداء. وتلاقي دلوقتي حد في كومنتات الفيسبوك يقول لك ايه؟ اللهم عدنا للخلافه العثمانيه الراشده. ده شايل راسه وحاطط راس بقره مالناش دعوه. طيب الوالي العثماني او النظام السياسي عموما. النظام السياسي كان بيتكون من 3: الوالي والديوان وبكوات المماليك. الوالي هو راس الحكم زي رئيس الجمهوريه كده. الديوان العام مهمته انه بيراقب الوالي. هتقولي له على كده بقى راقبه يا مستر؟ هقول لك لا، سرقوا مع بعض. بقول لك ايه، انا مهمتي ان انا اراقبك. يقول له انا عينيا ليك. يقول له طب ماشي خلاص اذا كان كده ماشي. وبالتالي
لم يقم الديوان بمهامه الصحيحه وهي مراقبه الوالي، بل عمل ايه؟ بل تدخل لدرجه ان هو عزله. لما لقى ان الوالي في بعض الاحيان مثلا مش عايز يسرق او مش عارف يسرق، انت هتقرفني يلا، فعزله. تدخل الديوان، وفي بعض الاحيان هنشوفها دلوقتي فتره الفراغ السياسي هتتدخل الحاميه العسكريه وتشيل ناس وتحط ناس، ويخرج النظام العثماني عن ايه؟ عن طيار. سؤال كان بيجي في النظام القديم وممكن يجي لك في النظام الجديد بس بشكل تاني. حمل النظام العثماني في طياته عوامل ضعف. وات ذاك؟ عايز اقول لك لو كتبت كل ده انت بتهبدي تاني، بتهبدي تاني. فاكر كنت السنه اللي فاتت بقول لكم ايه يا نور؟ شكرا. نفس الموضوع في المقالي. المقالي السنه اللي فاتت دي كان كام؟ اجابته كانت كام؟ سطر ونص. سطر ونص بدرجتين. تمام؟ هنخلي بالنا. انت عارف يعني ايه طياته؟ يعني ايه طياته؟ طياته دي اسمها طيه. دي كده اسمها طيه. طيه دي اللي هي الجوانبه، ان هو شايل جوه تركيبته. شايل جوه تركيبته عوامل ضعف. لو قال لي شايل جوه تركيبته، انا مالي ومال الزراعه؟ مالي ومال الصناعه؟ فين تركيبه السلطان العثماني؟ فين تركيبه النظام العثماني؟ اهو دي التركيبه، وده مصدر السلطه. طب يبقى ايه عامل الضعف؟ كسر مده الوالي. شفت الاجابه؟ يبقى عامل الضعف الرئيسي هو قصر مده الوالي. عيوب الحكم العثماني. حمل نظام الحكم العثماني بين جوانبه عوامل ضعفه. قلنا قصر مده الوالي، طبعا زياده سلطه الديوان بشكل كبير لدرجه انه راح عزل مين؟ عزل الوالي نفسه. تدخل البكوات المماليك للانفراد بالحكم. بكوات المماليك اللي هم الملتزمين بالمناسبه، وهم حكام الاقاليم. في عام 1768 السلطان العثماني كان عنده طلعه وبيحارب في روسيا، او بيحارب مع روسيا، والحرب دي شرسه جدا. تيخ طاخ طوخ تيخ طاخ طوخ. وجاني كده سؤال في المنهج بيقول لك في النصف الثاني من القرن الثامن عشر أثرت العلاقات الروسية العثمانية على مصر. تعال نوزن السؤال كده بصيغتك انت كطالب. خد بالك اي سؤال في التاريخ بالذات لو فصصته وفككته كده هتلاقيه سهل. عصلكت معاه وبصيت له مش فاهمه هيحط عليك حطه وحشه. تاني تعالوا نكتب السؤال ونفصصه. هات لي قلم اهو جنب الفتيل. أثرت خلاص العلاقات الروسية العثمانية. مين ده يا فرق؟ ماشي. أثرت العلاقات الروسية العثمانية على مصر في يا عم لا ازاي النصف الثاني من القرن الثامن عشر. محتاج افهمها صح؟ طب تعالى واحدة واحدة. هو اداني تاريخ؟ خد بالك من النقطة دي. دايما هيديكي تاريخ بالتفصيل بالتفصيل وسط الكلام. ده تاريخ بالتفصيل. تعالوا نحسبها كده ونتعلم هنحسبها ازاي عشان دي مهمة جدا. عندك النصف اول وتاني، النصف الاول من القرن. عندك القرن، عندك الألفية، والقرن بالتحديد عندي ليه تحويلين. اما هو اصلا جاي كلام مكتوب او رقم، وهنعرف دي هجيبها ازاي وهجيبها ازاي. تعالى بس الاول كده نطلعها من هنا.
النصف الاول ده يبقى قبل ايه؟ من 1 لحد 45. منتصف اللي هو في النص بالظبط ال 50. 50 في النصف الثاني من 51 ل 99. من 51 ل 99 تاني. يبقى النص الاول من امتى؟ المنتصف. النص الثاني. الله ينور عليكي. طيب القرن بقى، بص يا بابا، هو بيقول لي القرن كام؟ حلو قوي. لا، لما هو اللي يقول لي كلمه القرن، لما يقول لي كلمه القرن هروح عامل -1 يبقى 1700. طب النصف الثاني يعني من 51، يعني فوق ال 51، ما بين ال 51 لل 99. هشوف الاحداث اللي في الفتره دي، يبقى انا عرفت التاريخ بالظبط. طب لو هو بيقول لك في عام 1751 هذا الحدث يعتبر فيه النصف الاول، النصف الثاني، النصف المنتصف. 51 تاني، نصف ده التاني، تمام كده؟ يبقى هو لو جاني اصلا مديهوني قرن هنزل 1. طب هو مديهوني رقم هزود 1. يعني يقول لك 1700 ده ايه؟ تقول له انت القرن الكام؟ 1700 يبقى القرن الكام؟ هزود انا بقى 1. طالما قلت رقم هزود. 1700 يبقى القرن الكام؟ انا بقول 1770. حوليها لي ثانيه، حوليها لي بحروف، حوليها لي، قولي لي القرن الكذا، النصف الكذا. 1770 قرن كام؟ 1700 ده القرن الكام؟ بصي 1700 شايفه؟ لا مش محتاجه. اول ادي التاريخ اهو 1800 مثلا. اول 2 من على ايدك الشمال دول القرن. 1800 ده يبقى القرن الكام؟ يا بنت دول كام؟ بس هزود 1 بس، بقفش اول رقمين من على الشمال وازود 1. حلو. طب هو بقى ما قاليش 1800، هو قال لي القرن ال 19. اكزاكتلي فهمتيها؟ هي دي هتمشي معانا المنهج كله كده، خدي بالك من النقطه دي، انت تتعودي عليها بعد تاني او تالت درس، بس النقطه دي هتمشي معانا كده. يبقى انا دلوقتي طلعت ايه؟ طلعت تاريخ. فين التاريخ؟ بيقول لك النصف الثاني من القرن الثامن عشر اللي هو 1851 لحد 99. 1751 لحد 99 صح؟ حلو قوي. بيقول لك العلاقات الروسيه العثمانيه. هو ايه اللي حصل؟ قال لك روسيا والدوله العثمانيه كانوا بيتضاربين في بعض. ايوه، مصر مالها؟ بيقول لك اثرت على مصر. اجابتها بسيطه جدا. جاني واحد لطيف ولذيذ وعسل اسمه علي بيك الكبير. علي بيك الكبير لما شاف الدوله العثمانيه مشغوله، الواد ده مشغول بيتضرب هناك اهو، قرر الاستقلال بمصر. قال لك بس جاتني فرصتي، ادونا فرصتنا بقى، انا هستقل بمصر، انا هعلن نفسي والي على مصر وعلى الشام. وراح بعت خادمه المخلص قوي ابو الرجال. لا ده اصلا ما كانش حاكم، ده كان حاكم القاهره، كان حاكم اقليم صغير. هو بقى هيشيل الوالي العثماني ويمنع الوالي الجديد ان هو يجي. ده هيعلن استقلاله، هيطرد الوالي العثماني. حلو. هيبعت راجله المخلص محمد بيك ابو الدهب ويقول له انت دراعي اليمين صاحبي، انا محتاج استقل بمصر. يقول له خدامينك يا سيدي المعلمين، يا سلام، يلا يا باشا نستقل. قال له هتطلع على عمك ظاهر العمر في الشام ونتحالف سوا، انا علي بيك الكبير وظاهر العمر في الشام، ونرجع تاني ايام دوله المماليك الجميله. محمد بيك ابو الدهب وصل الى الشام. مين اللي عرف بوجوده؟ السلطان العثماني. بعت له خطاب بقى جاي اي حاجه حلوه هتحصل هو هينكد علينا فيها، ما تنتظريش حاجه حلوه من الراجل ده. هيبعت لمحمد بيك ابو الدهب يقول له تعالى
عايزك. محمد بيك ابو الدهب وهو داخل القصر كده هيلمح بنوته حلوه. السلطان العثماني هيقول له ايه؟ عايزها؟ يقول له يا مين دي؟ يقول له مصر. انت فاكر بتكلم على ايه؟ مصر يا راجل. مش عارف انا. هيقول له ايوه بس مصر دلوقتي تبع قائدي وابويا علي بيك الكبير. طيب هي و60,000 دينار. قال له بقول لك ابويا. قال له 70,000 دينار. قال له اصل الغلاوه، قال له والعيش والملح 80,000 دينار. قال له انا لله وانا اليه راجعون، اعتبره حصل يا باشا. رجع علي محمد بيك ابو الدهب على مصر، وبسم الله ما شاء الله قابل محمد بيك، قابل علي بيك الكبير ابويا حبيبي، وجه له 5 طعنات قتله. امال ايه؟ انت فاكر ايه يا بيه؟ احنا نهزر؟ المحبه دي ما انت فاكره ايه؟ ريحه. وبالتالي اسباب فشل حركه علي بيك الكبير هي محمد بيك ابو الدهب انحاز للسلطان العثماني ضد علي بيك الكبير، اي خانه وقتل. تمام كده؟ وعانت مصر بعد وفاه محمد بيك ابو الدهب فتره، حتى ان دخلت في حكم ثنائي ما بين مراد بيك وابراهيم بيك تحت قياده الوالي العثماني. وهم بقى مراد بيك وابراهيم بيك دول اللي كانوا موجودين في مصر والحمله الفرنسيه جايه. فالمخرج بعد ما كان بيوريكي مصر دلوقتي بيوريكي مين؟ الحمله الفرنسيه واقفه على السواحل. وان شاء الله المخرج يجيب لكم المشهد الجاي في الحصه الجايه.